السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم، قناة أخبار الرياضة. والكاف يحدد موعدا يوم الثلاثاء القادم لإجراء قرعة الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا. من المقرر أن تسحب مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الساعة 2 ظهرا يوم 12 مارس في القاهرة بإذن الله. يتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان بيتصدر نادي الزمالك قائمة الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. حكم مباراة القمة وهو الحكم الضخم الدولي البرازيلي أندرسون دارانكو، المعروف ما شاء الله بقوته البدنية وعدالته التحكيمية، ولذلك أطلق عليه بالقاضي القوي. الحكم ده يا جماعة مشهور بكثرة إنذاراته، وكان أدار ماتش الأهلي والنصر في القمة الكلاسيكية في دوري روشن السعودي. طبعا مباراة القمة زي ما كلنا عارفين إنه من تنظيم موسم الرياض، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اللي بتواضعه المعروف قام بنفسه بالتنسيق مع اتحاد الكرة في مصر إن مباراة القمة تكون بتحكيم أجنبي. وطالما مباراة القمة من تنظيم موسم الرياض، يبقى إن شاء الله الماتش هيطلع بصورة مشرفة كما هو المعتاد من المملكة العربية السعودية. أما عن أخبار النادي الأهلي، فاستعدادات كولر لمباراة القمة. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه اللي هتواجه الزمالك الساعة 7:30 مساء يوم الجمعة. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، حمزة علاء. خط الدفاع محمد عبد المنعم، عمر كمال، أكرم توفيق، محمد هاني، علي معلول، رامي ربيعة، كريم الدبيس. خط الوسط عمرو السولية، مروان عطية، أحمد كوكا، محمد قفشة، إمام عاشور. أما خط الهجوم حسين الشحات، بيرشتاو، كهربا، موديست، وسام أبو علي، كريم فؤاد، رضا سليم، طاهر محمد. أما عن أخبار نادي الزمالك، فاستقر المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز على ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر المقرر لها في 7:30 مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية. من يومين كده سمعنا عن شائعات توقيع اللاعب محمد بن رمضان اللاعب التونسي للنادي الأهلي. وقال اللاعب محمد بن رمضان في أحد التصريحات الإذاعية لاعب فرين فيروتشي المجري إن كل ما تم تداوله بخصوص توقيعه وانتقاله إلى الأهلي المصري لا أساس له من الصحة. قال كمان إن كل تركيزه في الوقت الحالي على تقديم الإضافة للنادي الذي يحمل ألوانه، خاصة أنه عاد إلى اللعب كأساسي بعد تجاوزه الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق، وأنه مرتبط بعقد مع فريقه المجري حتى صيف 2026. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.